اكتساح جزائري يا صديقي العزيز بكل المقاييس. ايه اللي بيعمله المنتخب الجزائري في تصفيات كاس العالم؟ انت مش بتتكلم في حاجه عاديه ولا بطوله وديه ولا مباراه وديه، انت بتتكلم في تصفيات كاس عالم. ومع مين المباراه؟ مع الفريق المنافس المباشر بتاعك اللي بينافسك على صداره المجموعه، المنتخب الموزمبيقي. وينفجر المنتخب الجزائري بخماسيه ب5 اهداف، وينفجر جوهره الجزائر عموره بهاتريك. عمل مباراة ما فيش احلى ولا اجمل من كده. منتخب الجزائر يوجه رسالة للجميع اني مش هفرط في الصعود لكاس العالم. اللي بيعمله المنتخب الجزائري بصراحة خلال التصفيات دي اداء رائع ونتائج رائعة، وما فيش احلى من كده، رغم ان المجموعة صعبة والمجموعة مش سهلة وفيها منافسة. بقول لك المباراة المباشرة مع الفريق اللي بينافسه مش تنتهي ب2-1 ولا 1-0 ولا 3-2 ولا الكلام ده، لا، المباراة تنتهي بخماسية. على بس كده بص شوف مجريات المباراة كانت عاملة ازاي. يعني عندك بس مبدئيا من الدقيقة 7، يعني المنتخب الجزائر داخل المباراة بدري داخل عايز يخلص المباراة، ويكفي ان هو خلص المباراة من الشوط الاول ب3 اهداف، ولكن ده بالنسبة للمنتخب الجزائري كان غير كافي علشان يخلص المباراة كلها بخماسية وسكور كبير ونتيجة كبيرة. يعني تقول لك ان المنتخب الموزمبيقي ده مش بينافس المنتخب الجزائري. ازاي تكون منافس ويدخل في شباكك 5 اهداف في مباراة واحدة؟ ده يدل على قوة المنتخب الجزائري والنجاعة الهجومية والاداء العالي عند لاعبي منتخب الجزائر اللي واخدين المباريات بجدية كبيرة جدا علشان يوصلوا كأس العالم. المباراة من الدقيقة 7 زي ما بقول لك افتتحها الرائع جوهرة الجزائر زي ما بقول لك عمورة، وبأسيست من رياض محرز اللي تألق كذلك في مباراة الجزائر مع موزمبيق، رغم ان هو لم يسجل اهداف ولكن كان عامل مباراة رائعة وعمل 2 اسيست، وال2 اسيست كانوا لعمورة. يعني عندك الهدف الاول جه الدقيقة 7 من عمورة بأسيست من رياض محرز مباشرة. الدقيقة 23 الهدف الثاني من عيسى مندي، وكذلك الهدف الثالث يجي في الدقيقة 29 من عمورة بأسيست من رياض محرز. يعني 29 دقيقة بتتكلم في أول نص ساعة كان المنتخب الجزائري مخلص المباراة. من أول نص ساعة كان متقدم بنتيجة 3 أهداف والمباراة منتهية. نزل مباشرة على منتخب موزمبيق زي ما بقول لك كده، لا يرحم المنتخب الجزائري. المهم خلص الشوط الأول ودخلنا الشوط الثاني. في الدقيقة تحديدا 64 يسجل الهدف الرابع. ازاي؟ بأسيست من عمورة. يعني عمورة لا يكتفي بتسجيل الاهداف ولكن كذلك يعمل اسيستات، ويجي الهدف الرابع للمنتخب الجزائري في الدقيقة تحديدا 64 بأسيست من عمورة، والهدف الخامس، ويكتمل الهاتريك بتاع عمورة والاداء الرائع ويتوج اداؤه الرائع مع المنتخب الجزائري بالهدف الخامس في الدقيقة تحديدا 79 لتنتهي المباراة بخماسية للمنتخب الجزائري. وزي ما بقول لك قصاد مين؟ قصاد المنتخب اللي المفترض ان هو بينافس المنتخب الجزائري على صدارة المجموعة، منتخب موزمبيق. ولكن المنتخب الجزائري يظهر منتخب موزمبيق كأنه منتخب متواضع جدا، مش منتخب معاه 12 نقطة وكان متساوي في النقاط مع المنتخب الجزائري قبل بداية المباراة. بصراحة المنتخب الجزائري تديله التحية على الأداء، واللاعبين تديهم مليون تحية على الأداء الرائع والجدية خلال التصفيات اللي تخليك تقول ان المنتخب الجزائري بنسبة كبيرة جدا 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 سيحسم بطاقة تأهله بطولة كأس العالم. عامة لنا التوفيق المنتخب الجزائري بجانب جميع المنتخبات العربية اللي مشاركة في التصفيات، سواء المنتخب المغربي المنتخب المصري وبقية المنتخبات العربية. عامة نتمنى التوفيق لجميع صديقي العزيز. طالما وصلت معانا لحد اللحظة دي في الفيديو لايك الفيديو، اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.